خايف تعمل دايت وتنزل وزنك وتتفاجأ بكمية الترهلات يلي رح تصير بجسمك؟ هل هذا هو كابوسك بعد كل مجهود بتعمله؟ هذا الخوف حقيقي ومنطقي جدا، لأنه كتير ناس بتنزل وزن بسرعة وبتشوف جلدها بصير مترهل، وهذا الشكل بشع ومزعج وممكن ما يروح إلا بعمليات جراحية مكلفة. بس ليش؟ لأنهم نسيوا البطل الحقيقي بهالرحلة واللي هو تمارين المقاومة. اسمعني منيح، لما تخسر دهون جسمك بيترك فراغ، وهالفراغ هذا لازم ينملي بشي تاني مشان جلدك يشد وما يترهل. فشو هو هذا الشي؟ العضلات. تمارين المقاومة سواء بالحديد او بوزن جسمك هي يلي بتبني هالعضلات يلي بتشد جلدك وبتعطيك جسم مشدود قوي ورياضي. المعادلة بسيطة، نزول وزن بدون تمارين مقاومة يساوي ترهلات شبه مؤكدة، اما نزول وزن زائد تمارين مقاومة يساوي جسم مشدود وصحي. خاصة اذا كنت لسه مبتدئ بتقدر تبني عضلات وتحرق دهون بنفس الوقت، بس بدك الخطة الصح والمتابعة الصح. لا تضيع مجهودك، ابدأ بتمارين المقاومة اليوم مشان تطلع من رحلة نزول الوزن بجسم انت فخور فيه. واذا بدك خطة تدريب وتغذية مخصصة مشان توصل لأهدافك بدون ترهلات تواصل معي. كل التفاصيل بهذا الفيديو اللي عم يطلع لك هلأ الموجود في قناتي على اليوتيوب، الرابط بالبايو. ولا تنسى المتابعة واللايك والشير، واي سؤال اكتب لي اياه بالتعليقات. سلام.